صباحكم كله همة ونشاط ومعطر بذكر الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هندخل غرفة الصبيان او غرفة ابني الكبير علشان نوضبها كده ونخليها غرفة شيك وراقية، وكمان في وقت قياسي. يا جماعة محتاجة منكم لايك وشير كتير على قد ما تقدروا عشان ترفعوا لي الفيديو، وما تستخسروش فيا اللايك بالله عليكم يا جماعة، لان الفيديو بيعتمد عني. وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعرفوني بتتابعوني منين، لاني بتبسط وبفرح جدا. هنقول بسم الله. اول حاجه هشيل الملايات، لان الملايات يا جماعه في فصل الشتاء بتبقى ساقعه جدا، مهما اللي كان نايم عليها متغطي بحاجه تقيله بيبقى حاسس بالسقعه. فاحنا هنفرش دفايات. جميل جميل بالشكل ده. وعندي بقى المخدات. انا عايزه اقول لكم المخدات انا عامله لها كفرات من مخدات قديمه كانت عندي، وفكتها، خدت الكفر اللي هو القماشه البافته البيضه هتشوفوها دلوقتي، واخداه ومفتوح من ناحيه واحده، والبسه للمخده اللي عندي. لما لونه بيغير او بحس ان هو بقاله فتره بشيله وبغسله وبرجع البسه للمخده تاني. بصوا اهو ان انا ملبسه كده كيس ابيض اهو، بس بشد منه للمخده، لان عندي المخدات هنا ما عندهاش مش جايبه ليها كفرات. جميل. هشيل هنا كمان برضو الهدوم على سبت الغسيل، وكمان الملايه اهو. بصوا هنا الكيس اتخلع مني وانا بشد اهو، هو الابيض ده، وانا بشد كيس المخده اللي انا حابه اغيره. هنفض بقى كده المرتبة والسرير، وهفرش الدفاية بتاعت أو أخت الدفاية التانية. بصراحة يا جماعة بتدفي المكان جدا، حلوة قوي قوي بصراحة. الدفايات دي يعني اختراع حلو. احنا كنا الأول بنفرش كبرتات، وبرده الكبرتات بتبقى ساقعة برده. وممكن بطاطين اللي هي الخفيفة دي برده كنا بنفرشها على السرير. لكن الدفايات بصراحة وفرت علينا ان احنا نقعد نفكر هنفرش كبرتة ولا بطانية قديمة، لان طبعا انتوا عارفين الملايات والله بتسقع جدا يا جماعة. فبصراحة اختراع حلو جدا، وفيها كل الاشكال والالوان اللي انت عايزاها. حتى لو انت حباها تبقى سادة، في موجود منها متوفر منها السادة. هطبق بقى البطانية بالشكل ده، وكمان هكنس الأوضة بالمكنسة، لان احنا لسه كنسينها ومسحينها قريب. بس كده ايه يعني، بسكوتايه كده كلها، بسكوتايه ويفر كده فرفتها كده في الارض، شويه شيبسي مش عارفه ايه، بس مش اكتر من كده. لكن انا ما عنديش حد بيدخل باحذيه يعني اعزكم الله الشقه، لاني حاطه جزامه بره باب الشقه، وكمان الجزامه التانية الكبيره جوه الشقه، فبيقلعوا كده كده الجزم بره، فما بيتحدش بيدخل بجزم. فدايما هتلاقوا الارضيه نظيفه الحمد لله. بس كده لمعت بقى المكتبه يا جماعه، وكنسنا الاوضه، وكله كده تمام. قولوا لي بقى كلمة حلوة في التعليقات ترفع كده من معنوياتي، خصوصا ان انا الفترة ديت يعني بمر بأزمة صحية شوية كده، حاجة الحمد لله يعني. فمحتاجة ان انتوا تقفوا جنبي بلايك على قد ما تقدروا، وشير كمان لكل اصحابكم وحبايبكم. وقولوا لي بتحبوا نوعية دي من الفيديوهات ولا لأ؟ يعني الطبخ بتفضلوه اكتر ولا الروتينات؟ شوفوا انتوا بتحبوا ايه وانا معاكم في اللي انتوا بتحبوا. يا رب يكون الفيديو افادكم وعجبكم. مع السلامة.